الا كنتي كتعاني من الاوساخ في البيت ديالك وبغيتي افكار اللي غتهنيك من هذا المشكل اللي تكون اقتصاديه وفعاله، شوفي معايا الافكار ديال اليوم. مرحبا بكم وجمعه طيبه مباركه على الجميع، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي غادي ان شاء الله يكون مختلف ومتنوع بالافكار والحيل المنزليه اللي فيه. واول حاجه غادي نشارك معكم هنا بعض الطرق البسيطه اللي تقدروا حتى نتوما تعتمدوها في تعقيم الجو ديالكم، خصوصا في هذه الوقيته اللي كيكثروا فيها الامراض. التدبيره الاولى كتاخذوا هنايا شويه ديال اوراق الكاليبتوس وكديروهم هكا في هاد المبخرات هادو اللي كيكونوا هكا بجوج ديال اليدين، الثمن ديالهم 5 دراهم وكينفعوا بزاف، خصوصا الناس اللي كيبغيو انهم يبخروا دارهم. التدبيره الاولى كنعرفوا ان الكاليبتوس معروف انه كيعقم لينا الجو. ما كانش عندكم الكاليبتوس ممكن انكم تعتمدوا اوراق الغار ولا اوراق سيدنا موسى، حتى هما غزالين بزاف في تعقيم الجو ديال داركم. كتشعلوها كتخليوها حتى كتحرق ومن بعد كتبخروا بها البيت ديالكم. واكيد هذه الطريقه كديروها ملي كيكونوا هكا السريجمات مهويين باش يتهوى لنا البيت اكثر فاكثر. والطريقه الثالثه ولا الحيله الثالثه كناخذوا عويد ديال القرفه، حتى هو كنديروه هكا فوق العافيه حتى كيشعل لينا مزيان، ومن بعد كنطفيو عليه وكنبخروا به البيت ديالنا. انا شاركت معكم هنا بزاف ديال الاقتراحات وانتم كيبقى لكم يعني الاختيار في الحاجه اللي عندكم في الدار. والاقتراح الاخير حتى هو غادي ينفعكم بزاف بزاف، اللي هما يعني الحبوب ديال الهيل ولا حبوب الهيل، حتى هما نفس الطريقه كنديروهم هكا فوق نار اللي كتكون شويه مجهده باش دغيا يتحرقوا لينا، ومن بعد كنطفيو عليهم وكنديروهم في مبخره يدويه ولا كنخليوه هكا غير فوق البوطه وكنبخروا به البيت ديالنا. كيف ممكن كذلك ديروا حتى معلقه ديال القهوه، خصوصا اذا كانوا عندكم حشرات دوك الصغار اللي كتكون عندكم في الكوزينه، بخروا بها الدار. هادو بعض الحيل البسيطه اللي نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تعتمدوها في تعقيم الجو ديال داركم. وبالنسبه للاخت اللي سولتني على اثار ديال البول، اعزكم الله في الافرشه، خصوصا في السرير ديال الوليدات، غادي نشارك معكم هذه الخلطه الرائعه جدا ودائما كنشكرها لكم في تنظيف اي حاجه بلا ما اننا نحتاجوا نغسلوا يعني ديك الحاجه كامله. خدينا هنا شويه ديال الصابون مبشور، شويه ديال بيكربونات الصود ولا خميره ديال الحلوى، شويه ديال مسحوق التنظيف كان سائل ولا بودره، شويه ديال الخل الخاص بالتنظيف وشويه ديال الماء دافي. كما شفتوا دوزنا لها بواحد المنيديل، ومن بعد كنجيبو كنشفوها بالششوار ولا كنفتحوا غير المنافذ، ولا الا كانت عندنا بلاصه مشمشه كنشمشوها هكا كتنظف لكم والريحه ما كتبقاش نهائيا. هذه الطريقه ممكن كذلك تعتمدوها في تنظيف البقع اللي كتكون عندكم في الزرابي. كما قلت لكم شويه ديال البيكربونات، شويه ديال الخل الخاص بالتنظيف وشويه ديال مسحوق التنظيف السائل ولا بودره. كيف ممكن كذلك ديروا حتى معطر الافرشه. واكيد هاد الخلطات حاولوا ما امكن انكم تنظفوا بالليغات باش تحافظوا على اليديات. تدويزه وحده كتهنيكم نهائيا من البقع والاوساخ اللي كتكون عندكم في الافرشه. بزاف ديال الاخوات اللي سقساوني كيفاش نقدروا نحافظوا على الخضر مده طويله، ديجا شاركتها معكم وغادي نعاود نشاركها معكم باش تحافظوا ليا على القرمشه والطراوه ديال الخضر ديالكم، خصوصا الا كانت الثلاجه ديالكم كتطلق لكم الندى او الماء. من بعد ما كتغسلوا الخضر كنتو كتغسلوهم او لا غادي تعتمدوا هذه الطريقه، كنتو كديروهم في بلاستيكات ولا في دي بواط، كديروا شويه ديال بيكربونات الصود ولا خميره ديال الحلوى وكتفرشوا عليهم المناديل يعني ديال الكوزينه. هكا داك الماء كامل اللي كيطلقوا لينا الخضر والندى اللي كتطلق لينا الكوزينه كيشربهم لينا الورق، وكذلك حتى الروائح اللي كتكون عندنا مره هكا مع الطياب والاختلاط ديال الخضر والفواكه كتمتصهم لينا البيكربونات الصود، وهكا كتحافظي على الخضر ديالك مده طويله. وباش تبقى لك الثومه زوينه كما شريتيها كتضيفي لها شويه ديال الملحه مع شويه ديال حبيبات ديال اتاي، وهكا كتكوني حافظتي على الخضر ديالك كما قلت لك في الاول. الفكره اللي غادي تعتمدوها ان شاء الله خصوصا في تنظيف الاحذيه اللي كتكون عندكم في الدار. اكيد كيكون عندكم هذه ساشي في المنزل ديالكم، فعوض ما انكم تسيبوهم علاش لا ما تعتمدوهمش في تنظيف الاحذيه اللي كتكون عندكم في الدار. ومن الاحسن تاخذوا هاد لي ساشي هادو اللي كيكونوا عندهم السناسل. كاينين اكيد بالنسبه للاخوات اللي غيسولوني على تنظيف الاحذيه، كاينين دي ساشي اللي كتكون خاصه يعني بالغساله، واكيد
واكيد مره ما كنلقاوهمش. علاش لا؟ ما تعتمدوش هاد دي ساشي هادو كديروا فيهم الاحذيه ديالكم كاملين وكتخشيوها في الغساله، بلا ما ان كل مره تسمعوا داك الصوت المزعج اللي كديروا لينا الاحذيه من كنوا كنظفوا. واكيد بعض الاخوات سولوني على شنو الطريقه اللي نقدروا ننظفوا بها الغساله ديالنا من 15 يوم حتى شهر. اكيد دائما كنقول لكم الوصفه ديال بيكربونات الصود ولا خميره ديال الحلوى، ومن الاحسن خذوا واحد البواطه ديال بيكربونات الصود وغتبقى لكم مده طويله، خصوصا في ازاله الروائح من الغساله وكذلك حتى من الزرابي، خصوصا اننا مقبلين على الفصل ديال الخريف والفصل ديال الشتاء كنكونوا سادين شويه السريجمات، هكا كتمتص لكم جميع الروائح اللي كتكون عندكم في الدار. كما شفتوا خدينا شويه ديال الخل الخاص بالتنظيف وشويه ديال البيكربونات وكندوروا الغساله ديالنا في داك النظام اللي كتكون 10 دقائق حتى 12 دقيقه. بالنسبه للاخوات اللي كيعانيوا من المشكل ديال الريحه ديال الغساله واخا كيمسحوها وديما كتبقى فيها ريحه كريهه، ضروري تجربي معايا هاد التدبيره. كناخذوا شويه ديال الخل الخاص بالتنظيف، كتلقاو اخواتي في بيم كيدير 10 ديال الدراهم، ما شاء الله فعال في التنظيف وازاله الروائح. خدينا واحد الكميه ديال بيكربونات الصود، خدينا شويه ديال القطن ولا غير كلينكس كنشربوه مزيان بداك المحلول وكنمشيو للجلده ديالنا. راه كاينين بزاف د الاخوات ما كيمسحوش هاد البلاصه كتبقى عامره بالماء ومع الوقت كتخماج وكتطلق ريحه خايبه. كنخليو داك القطين في ديك البلاصه يعني واحد الساعه حتى ساعه ونص، المهم كتمشي تقضي شغالاتك حتى دوك الروائح عفوا دوك الزوائد كامله كتزول لينا، ومن بعد كنمسحوها بواحد التويب اللي كيكون نقي. اكيد كنخليوها مهويه باش تنشف لينا مزيان. وهنا غادي نشارك معكم بعض التدابير البسيطه اللي تقدروا حتى نتوما تعتمدوها باش تعطروا الملابس ديالكم. كتاخذوا اي نوع ديال المناديل اللي كتكون عندكم فيها ريحه زوينه، خصوصا ديك الريحه ديال الاطفال، كديروا 2-3 مع الملابس ديالكم. كيف ممكن انكم ديروا الطريقه ديال الصابون اللي صراحه غزاله، ومن الاحسن خذوا شي صابون اللي كيكون حليبي وكيكون رطب، وكذلك حتى الملابس ديالكم ما كتخشنش من تجيو تصبنوها. كما شفتوا خدينا واحد شويه ديال الصابون مبشور، شويه ديال مسحوق التنظيف السائل، وكيف ممكن كذلك ديروا حتى البيكربونات الصود خصوصا بالنسبه للملابس البيضاء. كيف ممكن انكم تجمعوا السائل مسحوق التنظيف السائل مع البودره، هكا كتكونوا الملابس ديالكم كتخرج واحد الريحه فيها ما شاء الله. ولا كنتي لاله من الناس اللي كيجبدوا الملابس ديالهم وكيلقاوها ملويه على بعضياتهم، جربي هاد التدبيره. اكيد كاينين دوك التينيزات اللي كيكونوا خاصين الغساله باش ما يتلواوش الملابس على بعضياتهم. هنا ممكن لاله تاخدي غير واحد الكركوبه ديال ورق الالومنيوم، من داك الالومنيوم اللي كيكون شويه غليظ كيكون خاص غير ديال الكوزينه. هنا كتاخدوا واحد الكركوبه وكديريها مع الملابس ديالك، هكا كتهني نهائيا مع داك اللويه اللي كتكون عندنا في الملابس، كتجبديهم كل حاجه مفروزه على اختها. وهنا غادي نشارك معكم طريقه اللي تقدري حتى انت تعتمديها في تنظيف لي غيدو ديالك، خصوصا دوك اللي كيكونوا فيهم السنينات. كنعرفوا ملي كنجيو نردوهم كيكون فيهم شويه ديال المجهود. علاش لا ما ديريش هاد التدبيره؟ كتاخدي واحد الاباموسه ولا تقشيره وكتمشي لديك البلاصه اللي عندك فيها السنينات وكتلفي فيها يعني الغيدو ديالك، ومن بعد كتدخليها كتنظفيها عادي بسيطه. جربيها حتى انت. وإلا كان عندك لاله فران مهلوك بالاوساخ والدهون وبغيتي شي تدبيره سهله اللي تردوا لك كيشعل، شوفي معايا هاد الحيله حتى هي. كناخذوا شويه ديال البيكربونات مع شويه ديال الخل، كما شفتوا الباط ما خصها تكون لا عاقده لا جاريه، ومن بعد كناخذوا واحد التويب اللي كيكون نظيف وكناخذوا ديك الباط وكنبقاو نمسحوا بها الدجاج ديالنا. ممكن ديروا هاد التدبيره على كلتا الجهتين، يعني من الباب من القدام ومن اللور، وكيف ممكن ديروا التدبيره الاخرى اللي غنوريكم. واكيد باش نحيدوا الدهون اللي كتكون عندنا في الفران كناخذوا واحد البول اللي كيدخل الفران اكيد، وكنديروا فيه شويه ديال الماء مع شويه ديال الحامض. كندخلوا هذا البول هذا الفران ديالنا، كنشعلوا ليه لاقصى درجه حتى كنحسوا بداك الماء تبخر لينا، كنخليوه يبرد واحد شويه وكنجيبوا واحد التويب وكنمسحوا دوك الدهون ودوك الاوساخ اللي كتكون عندنا. جربوا هذه الطريقه غادي تعجبكم ان شاء الله. وباش لاله تلمعي الزاج ديال الفران ديالك على برا، ممكن ديري التدبيره اللي وريت. كيف ممكن ديروا شويه ديال معجون الاسنان ولا هاد جيليت
الخليط هذا اللي كيديروا به، اللي كيحسنوا به الرجال، رائع جدا في تنظيف الزجاج. كديريه كتخليه واحد شويه، كتاخدي كلينكس وكتبقاي تحكي الزاج ديالك، ومن بعد كتمسحيه بتويب هكا، كتحصلي على واحد اللمعه ما شاء الله عليها.